السلام عليكم، اهلا بيكم في اكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة طاسة بيض بسيطة جدا بس طعمها خرافي. مكوناتها سهلة وبسيطة، حاجة كده جديدة هتفتح نفسنا على الاكل. الناس اللي عاملة دايت تقدر تاكلها كده، وجبة صحية متكاملة من غير عيش من غير اي حاجة، مشبعة جدا جدا. عشان اعمل بقى طاسة البيض الخطيرة دي، معايا طماطم قطعتها كده ترانشات ووزعتها في الطاسة بتاعتي. وبعد كده نزلت بقى بخليط البيض مع الفلفل الاخضر والبصل والملح والفلفل الاسود. وعملت كله بقى كده، المكونات كلها مع بعضها قلبتها كويس ونزلت بيها على الطماطم. انا طبعا رصه الطماطم ترانشات، طبعا مديه دهنه زيت كده خفيفه في الطاسه. نزلت بقى بالمكونات بتاعتي دي كده كلها، هسيبها بقى كده تستوي وتاخد كده من طعم بعضها وتستوي كويس جدا. طبعا لو عاوزين نزود عليها جبنه موتزاريلا برضو حلوه جدا وهتدينا شكل كمان حلو. هغطي بقى عليها كده واسيبها تستوي كويس مع بعضها. وبعد ما تاخد بقى سوا الكامل، طبعا درجة سوا البيض بتختلف من شخص للتاني. في ناس بتحب البيض مستوي كويس، في ناس بتحبه نص سوا. هتعمليه طبعا على حسب الطريقة اللي انتي بتحبيها. زي ما احنا شايفين بقى كده خلاص البيض تقريبا استوى وادانا القوام اللي احنا محتاجينه. عاوزه اقولك ان طاسه البيض دي حلوه، مشبعه جدا جدا، يعني هتاكليها كده بصي لاخر اليوم معاكي مش تحسي باي جوع خالص. ده شكلها النهائي بعد ما استوت. نقدر نقطعها كده زي مثلثات زي البيتزا بالظبط. هي بتطلع قطعه زي ما احنا شايفين كده جميله ومتماسكه.